عرفنا في الفيديوهين اللي فاتوا ازاي النت بيشتغل، وكمان عرفنا اللينك اللي احنا بنكتبه عشان ندخل على الويب سايت عباره عن ايه ومتقسم لايه. تعالى بقى النهارده نعرف الويب سايت اللي احنا دخلنا عليه ده مكون من ايه. خلينا نتفق ان اي ويب سايت في الدنيا متقسم لتراكين اساسيين، الفرونت اند والباك اند. كل تراك منهم متقسم للغات وتفاصيل كتير قوي، بس خلينا نحاول نفهم الموضوع بشكل بسيط الاول بعيدا عن كل التعقيد ده. الشخصين اللي بيشتغلوا في كل تراك من دول مسؤول عن حاجه معينه في الموقع. الفرونت اند ديفلوبر مثلا ده مسؤول عن كل حاجه حضرتك شايفها في الموقع، اشكال، الوان، خطوط، كتابه وعناصر مرئيه وازرار، وكل حاجه بتشوفها وبتتفاعل معاها في الموقع الالكتروني. كل ده شغل الفرونت اند. حتى كده لو ترجمت الكلمه هتلاقيها الواجهه الاماميه. طبعا سامع الخفه اللي بيقول فرونت يعني امامي واند يعني نهايه، يعني معناها امام النهايه. بس يا حبيبي، بعيدا عن عالم اللغويات اللي ادانا قفطه فظيعه دلوقتي، تعالوا بقى ننتقل للباك اند. الباك اند ديفلوبر ده مسؤول عن كل حاجه بتحصل وراء الكواليس. الحاجات دي حضرتك مش شايفها ولا بتتعامل معاها بشكل مباشر زي ما بتتعامل مع الفرونت اند. يعني مثلا قواعد البيانات، ولما تيجي تعمل تسجيل دخول، الطبيعي ان انت بالنسبه لك انت شايف واجهه عباره عن انبوت فيلد. الانبوت فيلد ده انت بتدخل فيه اليوزر نيم، وانبوت فيلد تاني بتدخل فيه الباسورد، وزرار لما بتدوس عليه بيعمل لك تسجيل دخول لو انت كتبت الكريدنشالز صح. طبعا انت ما تعرفش ان في الخلفيه في باك اند ديفلوبر قاعد يكتب في اكواد وحاجات كتيره قوي كده علشان يعمل تشيك من الباسورد واليوزر نيم اللي انت اديته ده هو صح فعلا ومنسجم في قاعده البيانات ولا لا. مش بس كده، هو مسؤول عن كل حاجه تقريبا بتحصل في الخلفيه زي ما قلت لك. يعني على سبيل المثال مسؤول انه يكتب كود نظيف وكمان امن، يعني ما ينفعش الكود ده يكون فيه ثغرات. طبعا ده غير تخصص السايبر سيكيورتي اللي هو بيكون مسؤول عن حمايه الموقع بشكل مختلف. المقصود هنا انه المفروض يكتب كود من غير ثغرات، دي حاجه تانية. عشان نعرف بقى ازاي الفرونت اند والباك اند بيتكلموا مع بعض ويبتدي المتصفح يبعت الرساله بتاعتك اللي انت بعتها او اليوزر نيم والباسورد اللي انت كتبتهم في الفرونت اند ازاي بيتبعتوا للباك اند، فاحنا هنا بنتكلم عن الاي بي اي، ابلكيشن بروجرامينج انترفيس. وده تقدر تشبهه بالكوبري اللي البيانات بتعدي من خلاله من الفرونت اند للباك اند والعكس. ده فيه تفاصيل عميقه جدا ومش هنتكلم عليه دلوقتي، ممكن ان شاء الله في فيديو جاي نبقى نشرحه بالتفصيل. الشخص بقى القادر اللي اتعلم فرونت اند وباك اند وعارف ازاي يعمل كونكشن ما بينهم وخد شويه سكيلز تانية كمان، ده بنسميه الفول ستاك ويب ديفلوبر. يا رب تكون فهمت الاساسيات دي علشان ما تتعلمش كودينج وخلاص عشان ما تبقاش نقاش. وان شاء الله هنعمل كراش كورس HTML و CSS جافا سكريبت في جزئيه الفرونت اند، وBHP و SQL في جزئيه الباك اند، وكمان هنقدم محتوى اكتر وكورسات اكتر وكده. يعني اللي يقدرني عليه ربنا اكيد هعمله. يعني ما تنساش انت بس تعمل لايك وسبسكرايب ونشجعنا بالحاجات الحلوه دي. اشوفك الفيديو الجاي.